والله مرة دعوني ناس وعزموني أخزن عندهم. مرة دعوني ناس وعزموني أخزن عندهم في ساحة التغيير في إحدى الخيام في الاعتصام، ووسعوا لي بينهم بقعة ودكيت بينهم، وكل من رحب وسهل من تراحيب الكرام. وقام دي جنبي وجلس في مكانه شيخهم، ألقى علينا درس في فضل الجهاد والالتحام. بعدها لفت نحوي غمز لي قالوا انته منهم. بعدها لفت نحوي غمز لي قالوا انته منهم. فقلت من هم؟ قال هم. فقلت يا رجال حرام حما عليك، رديتني منهم وما نش مثلهم. اشتي يقول لي بس من هم؟ ليش هذا الاتهام؟ فقام يشرح لي يقول لي هم وهم ويسبهم، وبعضهم فيهم وفيهم، لكن أكثرهم لئام وبسايرهم، ولا تسمع حكاية منهم ولا تصدق قولهم ولا تقول حتى سلام. أوصيك تحذرهم لوجه الله وابعد عنهم، وأوصيك لا تسمع مواعظهم إذا عاد انسخام. ما عد دريت منهم ولا كمهم ولا كيف شكلهم، خلاني أكرههم ومعرفهم وقررت الخصام. فكرت في نفسي بحيلة كي يوضح وصفهم، وخفت لأصبح منهم والأخ ناوي انتقام. فقلت مالك من أبتهم بانكسر روسهم، لانت ذكي احسب معي كم قدلهم واعرف كلام. فقال ها قال سيدي انهم كم قدلهم من بعد ما مات النبي وتآمروا ضد الامام، قد كان مولانا علي مفروض يطلع قبلهم، والمصطفى قد قال لهم يوم الغدير قبل الصدام، وبعد ما مات النبي قالوا حرم ما قال لهم، خلوا علي يكبر وهم صاروا لتحريف الكلام. قالوا زوروا في الانتخاب وفاز واحد منهم، وطلعوا من بعده اثنين كلهم ضد الإمام. فقلت له ليش كان سيدنا علي ساكت لهم؟ ليش ما تظاهر واعتصم وهتف بإسقاط النظام؟ فقال ماشي، هو سكت حن كان خايف بطشهم، وبعد ما ماتوا طلع ونال قصده والمرام. فقلت ليش هو جبان لا ما تقول هو خافهم، أو حبهم للكرسي ينساهم قليل الاحترام. قال ايش دراك ايش فعل معاوية من بعدهم، أقبل بجيشه كي يحارب حيدرة نسل الكرام. فقلت من هو حيدرة؟ هل هو صحابي مثلهم؟ قال يعني الكرار أشجع من ضربهم بالحسام. فقلت ويش ضرب الحسام وكيف يعني ضربهم؟ فقال يعني ذو الفقار سيف الوصي عالي المقام. فقلت وش معنى الوصي عالي المقام في عهدهم؟ قال الوصي يعني علي هو حيدرة وهو الإمام. الله أمر طه يبلغ بس ما وضح لهم، وكرر أمره بالوصاية للنبي خير الأنام. والمصطفى يوم الغدير أعلن أوامر ربهم، لكنهم بعدها عصوه وحرفوا معنى الكلام. فقلت هل كل الصحابة قد عصوه بإجماعهم؟ هل قال لهم هذا ولي العهد قالوا له تمام؟ أم أن سيدنا النبي لمح ولم يفصح لهم؟ ليش ما يلمح بالصلاة تلميح ولا بالصيام؟ تشتي تقول أن النبي بالعاني يحرش بينهم؟ تشتي تقول إن النبي بالعاني يحرش بينهم، ولا أمين الوحي جبريل قد نسي تكليف هام؟ أم قصدك أن المصطفى قد كان خازي منهم لا عاد يقولوا هي وساطة للأقارب في المقام؟ ليش ما نزل قرآن يتلى والرسول يشرح لهم؟ لو قال لهم هذا الخليفة كان ما حوله ملام، ما كان يتغمغم على أصحابه ولا يخدع بهم، أو ما عرف يختار أصحابه وهو خير الأنام. حاشا رسول الله أن يخفاه شيء في نفسهم، بل كان ربي يخبره بأسرار من صلى وصام. قال أنت يا إما غشيم من صدق ولا منهم. قال أنت يا إما غشيم من صدق ولا منهم، ولا الأحاديث حقهم قد خلتك وسط الظلام. شغلتني أم لماذا أيش شكلك مثلهم؟ اسمع وسكتا واحفظ ما قلت لك وفهم كلام. قلنا اسلم. قال عمر وابو بكر السبب في كل فتنة بعدهم، ومثلهم عثمان ثالثهم، وفي نفس النظام هم كلهم أعداء ولي الله، كادوا كيدهم من حبهم أصبح عدو الله وعدو الإمام. وعائشة كانت بموقعة الجمل في صفهم، لا ما جملها صار كالقنفذ مغطى بالسهام. لكن علي زوج البتول هو كان أفضل منهم، علي زوج بنت النبي المصطفى ابن الكرام. قلنا له الشيخين طه كان زوج بناتهم، وكان عثمان زوج ثنتين من بنات خير الأنام. فقال ما هنشي بناته لا تصدق كذبهم، بنات زوجاته تبرى من دماهن والعظام. وقال عثمان والشيخين قد خانوا وخلفوا عهدهم، وهم سبب كل المشاكل والفتن والانقسام. ومعاوية منهم وفيهم سيئة من صنعهم، معاوية مدين عمر لولاه ما كان الخصام.
ومعاوية حارب علي، والله ما راحت لهم لا هو ولا أصحابه ولا يمكن يعيشوا في سلام. معاوية حارب علي وهجم بجيشه كلهم، وعلي طاير رؤوسهم يمنه ويسره بالهمام، ومعاوية ضحك على الناس مدري ايش ادالهم، وعلي نصحهم قبل موته واستمروا بالصدام. ومعاوية ألف أحاديث والبخاري قال لهم، وصحيح مسلم هو كلامه في البداية والختام، وابو هريرة عاد واسلم يوم وصل في فتحهم، ومعاوية بيعلمه يكتب أحاديث مش تمام زيدهم. فقلت له تعرف علي ومعاوية سير الدهم، فقلت له تعرف علي ومعاوية سير الدهم، ضروري يصلح بينهم لا يمكن اسمح بالخصام. سكت وبهرر. قلت يلا لا تجي الا بهم، لازم نحل المشكلة حتى يعيشوا في سلام. قال انت مجنون، قد مضت عدة من بعدهم اكثر من 400 و1030 عام، وكم جاءت اخرى وماتت خلفهم، وانت تقول سير الدهم؟ حرام ما تفهم كلام. فقلت قل لي يا غبي من مننا ذي ما فهم، فقلت قل لي يا غبي من مننا ذي ما فهم، في تلك أمة قد خلت افهم وعد 4 كلام، يعني وما كسبوا يحاسبهم بذلك ربهم، قد ربهم أخبر بهم وهو سريع الانتقام. وإن كنت شكي في الأحاديث الصحيحة مش مهم، ما وافق القرآن فاعمل به وواصل للأمام. هم كلهم أصحاب طه أش علينا منهم، ونساء طه أمهات المؤمنين أعظم وسام، لا تنفعك حسناتهم ولا عليك من ذنبهم. أش دخل أمك منهم وبه لنفسك والسلام.